السلام عليكم. يوم 7 أغسطس سنة 2022 كان يوم مهم جدا في تاريخ كولومبيا. ده كان يوم حلف اليمين والتنصيب الرسمي للرئيس الجديد، الراجل اللي كان عمدة بوجوتا وعضو مجلس شيوخ، بس برضه كان عضو في حركة 19 إبريل واللي كانت شايلة السلاح قبل كده ضد الحكومة. بقى الرئيس الجديد للدولة كلها. والحفلة دي ما كانتش حفلة ناشفة كده واللي هو محصورة على كام 100 واحد من الفي اي بي لابسين لك شوية بدل غامقة وبيعملوا شوية تقاليد مملة. بالعكس، دي كانت إعلان عن نقطة تحول تاريخية في بلد طول عمرها تحت سيطرة نخبة أمينية، كتير منهم بيعيش ويتعايش على الفساد بكل أنواعه، ودايما بيطاردها شبح الحرب الأهلية. أنا فاكر اليوم ده هنا كانوا عاملين مسارح في جنان كتير عشان الزحمة، وعشان طبعا يعني مش كل الناس هتعرف تروح على ميدان بوليفار واللي كان فيه الحفلة الرئيسية. وكانوا حاطين فيها شاشات عرض كبيرة بتذيع كل حاجة لايف، عشان برضو الناس العادية واللي ما عندهمش يعني دعوات رسمية يقدروا هم كمان يشاركوا. حوالي 100 ألف واحد اتجمعوا في ميدان بوليفار في احتفال كان مقصود، زي ما قال رئيس المكتب الصحفي بتاع الحملة. قال احنا عاوزين الشعب الكولومبي هو اللي يكون البطل في اليوم ده، والحفلة دي هتكون بداية لشكل جديد من الحكم بنحترم فيه كل أشكال الحياة، والكل هنا هيلاقي له مكان. بس سيبك من الكلام، الرمز اللي كان بيعلن عن التحول ده واللي كان يعتبر هو اللي خاطف العين في الحفلة دي كلها كان سيف سيمون بوليفار، الراجل المحرر بتاع امريكا اللاتينيه. سلاحه التاريخي واللي كان اتسرق قبل كده على ايد حركه 19 ابريل او الام 19، الحركه اللي بيترو نفسه كان انضم لها لما كان لسه مراهق، وكان رجعوا السيف ده تاني بعد اتفاق السلام بتاع سنه 1990. بيترو لما بقى رئيس اصدر قرار وقال لهم السيف ده لازم يحضر في الحفله والا مفيش حفله. وده لانه كان عاوز ياكد على ان المبادئ اللي حارب بوليفار عشانها وحركه الام 19 شالت لها السلاح من الاساس اخيرا بتتحقق، وان جه اليوم يا رجاله اللي كلنا لازم نبدا فيه صفحه جديده. الحركه دي وقتها زعلت ناس معينه كده من بيترو، بس ده لاسباب تانية وهقولها لك كمان شويه. بس من الحاجات الملفتة في أول خطاب لبيترو كرايس كان قال جملة هي مش دقيقة أوي إحصائيا يعني، لكن كانت زي مفتاح كده هيعرفنا الراجل ده بيفكر في إيه وناوي على إيه بالظبط. قال لك 10% من سكان كولومبيا بيملكوا 70% من الثروة، وده هبل وما ينفعش يكمل. الحقيقة الدراسات بتقول إن 1% الأغنى بيملكوا 40% من الثروة، مش 10% بيملكوا 70%. بس الفكرة الأساسية هنا صح جدا عن عدم المساواة في كولومبيا، وإنه واحد من أسوأ المستويات في العالم. كمان الفكرة من الرقم ده ما كانش مجرد لقطة كده لماها في نص الكلام يعني عشان الناس تسقف له، لا، ده كان فاهم كويس ان التفاوت الاجتماعي الرهيب، يعني عندك ناس اغنياء فشخ وناس فقراء فشخ، هو ده فعلا اللي مخلي كولومبيا واحدة من اكتر دول الارض ظلم. وشايف ان الوضع ده ما ينفعش يستمر او يكمل لو فعلا كولومبيا عاوزة تعيش كبلد حقيقي. وبالفعل بعد كده كل خطوة في سياسته من الإصلاح الضريبي لحد توزيع الأراضي كله جاي من فكرة واحدة: الفقر ده يا جدعان مش حاجة طبيعية ولا حاجة عادية لازم نرضى بيها. كمان الجملة دي بقت زي شعار بشكل غير رسمي كده لطول فترة إدارته، وكشفت عن مشاكل وصراعات كبيرة جاية مع الطبقة اللي عاجبها الوضع ده. بس أغرب حاجة فعلا كانت في مشهد الحفلة دي هي إن الراجل اللي بيحلف اليمين عشان يحافظ على الدستور قدام الخلق دي كلها هو نفسه كان عضو في جماعة اتحدت الدولة بالعنف. ده واحد كان اتقبض عليه واتعذب عشان كان معاه سلاح بشكل غير قانوني، انت فاهم. فوزه في الانتخابات دي مش بنغير بقى مين اللي على الكرسي هنا، انت بتتكلم عن تغيير كبير جدا في كولومبيا، وثبته بكده بانه اول رئيس يساري لكولومبيا من بعد 200 سنه استقلال. ان هو قدر يهزم الاحزاب المحافظه واللي فشلت ان هي تتكلم مع الناس اللي زهقوا من الفقر وعدم المساواه والعنف اللي طول الوقت بيطارد ناس كتير. وعلى فكره، بيترو مش بس بقى اول رئيس يساري لكولومبيا، ده كمان حقق اعلى نسبه اقبال في تاريخ الانتخابات الكولومبية كلها. وفرانسيا ماركس نائبة الرئيس بقت أول واحدة ست أفرو كولومبية توصل للمنصب ده في تاريخ كولومبيا كله. طريقة وأسلوب بيترو في الخطابات واختياره للقضايا اللي بيدافع عنها زي القضايا الفلسطينية مثلا واللي بيحصل في غزة، الكلام ده كله مش جاي من فراغ. بيترو درس في نفس المدرسة اللي درس فيها جابرييل جارسيا ماركس، وكان مدمن على شخصية الكولونيل أورليانو بوينديا من رواية 100 سنة من العزلة، لدرجة حتى ان هو استخدم الاسم ده كاسم حركي ليه في فترته لما كان مع الام 19. هو نفسه مرة قال راجل من غير ما يعرف كان حاسم في بناء وجودي وحياة سياسية. انا اتعلمت اقرا له تقريبا قبل ما اقرا اي كتاب دراسي في المدرسة، وفي وسط السحر ده كله اكتشفت وتعلمت مفاهيم سياسية جديدة. ماركس علم بيترو ان الواقعية السحرية مش بس طريقة كتابة، دي كمان طريقة عشان تفهم التناقضات للسياسة في امريكا اللاتينية، المنطقة واللي زي ما بيقولوا دايما أحلام الثورات فيها بتتحطم على صخرة الأنظمة الفاسدة والعنف. حتى وهو رئيس، بيترو بيواجه عزلة السلطة اللي وصفها ماركس، وهو بيقاوم محاولات إن هم يعزلوه سياسيا عن الشعب والناس اللي انتخبوه.
والصراحة زي ما هو أثبت لناس كتير يعني إن فكرة الحماس وروح التغيير اللي كانوا دايما في كل كلامه في الأول كده عشان الناس تنتخبه كرئيس ما اتبخرش أول لما دخل القصر، لا بالعكس ده طلع بيه على بره على طول. وكان مركز بشكل أساسي على قضية واحدة: فلسطين. دفاعه عن القضية اللي طول الوقت بقى عامل زي العمود الفقري كده لأفكاره وأهدافه طول الوقت، وهقول لك قدام على حاجات كتير بتثبت الكلام ده. وده ببساطة لأن بالنسبة له دعم فلسطين ما كانش مجرد ملاحظة كده من واحد دبلوماسي عايز يكسب بونت عند الناس اللي هيكسب أصواتهم يعني. ده كان تعبير عن الروح اللي جواه دايما ضد الإمبريالية، اللي هو ضد سيطرة القوى الكبرى يعني، عشان ما نجعلصش الكلام. واللي دايما ضد حكم الأقلية اللي كانت دايما برضو مالية فترة شبابه وهو مع الام 19. سياسته الخارجية وبالذات في موضوع غزة بتعكس إيمانه القديم في كولومبيا إن القوى العالمية بقى، سواء كانت أقلية تاريخية موجودة في كولومبيا أو أي قوة إمبريالية موجودة في أي حتة في العالم، لازم تتواجه معاها لما بتسهل العنف والظلم ضد أي حد في أي حتة في الدنيا. موقفه ضد الإبادة الجماعية خلاه على طول صوت مهم جدا طالع من أمريكا الجنوبية للعالم، لأن هو بيربط تاريخ صراع كولومبيا بتاريخ صراعات في كل حتة تقريبا في الدنيا كلها. وكأنه بيقول خلاص كولومبيا ما بقاش ينفع تفكر في نفسها أو تغمض عينيها وتسد ودانها وما تتكلمش عن اللي بيحصل بره زي ما الحكومات اللي قبله كانت طول الوقت بتعمل، وبالعكس ده كانوا أصلا بيدعموا الصهاينة. لان زي ما انت عارف الدنيا دواره. اهلا بيكو في استوريتو، والنهارده هنحكي حكايه كولومبيا جوستافو بس لما كان اورليانو. حلقه جامده جدا لو انت فعلا مهتم تتعرف على رئيس كولومبيا اللي صوره بقت تظهر في نشرات الاخبار والاخبار العربيه يعني، وخصوصا عن دعمه لغزه والقضيه الفلسطينيه. هنتعرف على مين هو جوستافو بيترو، هنتكلم عن رحلته من لما كان مناضل ثوري لعضو في حركه مسلحه لسجين سجنه كان نقطه تحول في حياته وفي تاريخ بلده. وهنشوف اجزاء كتير من تاريخ كولومبيا اللي عاشها بيترو. يلا بينا نبدا. عشان نفهم رحلة بيترو لازم نتعرف على شكل كولومبيا قبل ما يمسك الحكم، وبالذات فترة الرئيس اللي سبقه إيفان دوكي. ده كان من 2018 ل 2022. دوكي ده كان رئيس يميني من الحزب الديمقراطي الوسطي، وسياسته كانت مركزة بالأساس يعني على دعم النفط والفحم، وكان برضه بيحاول إن هو يخفض الضرائب على شوية شركات الخاصة كده علشان يمشي الاقتصاد شوية. بس بالرغم من الدعم الكتير اللي خده من الأغنياء والسياسيين القدام، دوكي ما نجحش. وده لأسباب كتير منها مثلا وزي بيترو ان هو استلم كولومبيا وهي مولعة بسبب الفقر اللي بيزيد والعنف اللي كان تقريبا في كل حتة والاحتياجات الشعبية اللي كانت طول الوقت. ناس بتطلع ضد الفساد وضد عدم المساواة وضد الفقر، وفترة حكمه بالذات كان فيها مظاهرات كبيرة وخصوصا سنة 2019 و2022. ورد الحكومة عليها كان عنيف وصعب جدا من وحدة مكافحة الشغب، وده طبعا زود المشاكل الاجتماعية والسياسية. دوكي كمان كان معروف ان هو موالي للرئيس اللي قبله الفارو اوريبي، واللي كان رافض فكره اتفاق السلام مع المتمردين بتوع الفارك، وكان عاوز يكنسل الحوار ده باي شكل من الاشكال. وده طبعا اثر على عمليه السلام في البلد، وكمان علاقه دوكي بالبرلمان كانت زي النيل، ما حدش اصلا كان راضي عن اصلاحاته او قراراته. الجو ده كله عمل فراغ سياسي وادى فرصه على طبق من ذهب لاي حد هيجي بفكر جديد عشان يخلص الناس من الهم اللي هم عايشينه. وعلى فكرة الفارو أوريبي الرئيس السابق وحليف دوكي ورمز اليمين في البلد كلها أدانوه بعد كده في قضايا كبيرة جدا زي رشوة شهود، محاولة التلاعب بالقضاء. ومن شهرين بالظبط في أغسطس 2025 في محكمة كولومبية حكمت عليه بالإقامة الجبرية لمدة 12 سنة، وبكده بقى أول رئيس سابق في تاريخ كولومبيا بيتم إدانته جنائيا. دوكي بقى كان المستشار السياسي بتاع أوريبي ده، وده طبعا كان من أسباب إن علاقة دوكي بيترو كلها شرشحة. كل واحد فيهم بيتهم التاني طول الوقت بالفساد. اوريبي والحزب بتاعه عملوا حملات على بيترو واتهموه ان هو بيسيس القضاء، وبيترو رد واتهم اوريبي ان هو جزء من منظومه العنف والفساد اللي مالكه البلد وشفط خيرها. وفي الوقت بتاع حكم دوكي كان في النار طول الوقت والعه بين اليمينيين واللي عاوزين الوضع يفضل زي ما هو، وبين جزء كبير من الشعب واللي زهق من الاهمال في الخدمات والفقر والفساد. الجو ده بقى كله مظاهرات وعدم رضا كان زي فرصة ذهبية لبيترو في انتخابات 2022 لما وعد ان هو هيخلص على ابعاد الناس من صناعة القرار، وكمان هيحارب فساد النظام. طفل جوستافو فرانسيسكو بيترو اوريجو اتولد يوم 19 ابريل سنة 1960 في مدينة صغيرة كده اسمها سيينيجا دي اورو، يعني مستنقع الذهب. مكان مشهور بتربية المواشي. وعشان يلاقوا لقمة عيش وفرصة لعيشة أحسن، عيلته سابتها وهاجرت لشمال بوجوتا لمدينة سيباكويرا، واللي بتشتغل في تعدين الملح. الكلام ده كان فترة السبعينيات، وفي المكان ده برضه بدأ يتزرع جواه بذور الثورة. وهو بيكبر في سيباكويرا بيترو شاف الفقر اللي كان في كل حتة في كولومبيا، وبدأ يتعامل من بدري جدا مع ناس بتنظم العمال. الكلام ده شكل أفكاره اليسارية والتزامه طول عمره إن هو يواجه عدم المساواة. تفكيره كمان ما كانش متثبت على السياسة، لا ده كان كومبو كده، سياسة مخلوطة بالدين والأدب.
دخل مدرسة كوليجيو ناسيونال دي لا سالي الكاثوليكية، واللي كان دخلها قبله قدوته الأدبي ماركس. لكن الأهم من كده، بيترو بالرغم ان هو تربيته كاثوليكية يعني، اللي متأثر بحاجة اسمها لاهوت التحرير. ولاهوت التحرير ده يا باشا كان عبارة عن حركة دينية بس بشكل ثوري. طلعت في فترة الستينات والسبعينات في أمريكا اللاتينية، وفكرتهم إن هم شافوا المسيح كمحرر للفقراء والمضطهدين. القساوسة والراهبات اللي آمنوا بالفكرة دي كانوا بيشتغلوا في الأحياء الفقيرة، وبيقولوا للناس الظلم الاجتماعي ده مش حاجة من إرادة ربنا، ده نتيجة أنظمة سياسية واقتصادية ظالمة، وممكن إن هم يغيروه. زي مثلا واحد اسمه الأب كاميلو توريس، كانوا بيشيلوا السلاح فعلا علشان يحاربوا الدولة. توريس ده على فكرة مات برضه في أول معركة ليه سنة 1966. بس على الرغم ان بيترو ما بقاش متدين بالمعنى التقليدي يعني، لكن الاساس بتاع فكره لاهوت التحرير دي كملت معاه ان هو يقف في صف الفقراء والمهمشين. كمل معاه وبقى على طول حاضر في كل سياسته وكل الحاجات اللي بيعملها. عشان نفهم دماغ بيترو الشاب مسوحاه على فين بالظبط، لازم نعرف ان العنف في كولومبيا قديم جدا ومش بيخلص من زمان قوي، من القرن 19. وده من بعد ما حلم بوليفار بكولومبيا الكبرى ما كملش وخلص على مأساة ليه هو شخصيا. التاريخ ده كان سبب في أصل العركة بين الحكومة المركزية والأطراف الإقليمية، وكل ده بيسيطر عليه خناقة كبيرة جدا بين حزبين: الحزب المحافظ واللي بيمثل ملاك الأراضي وعاوز حكومة مركزية قوية، وطول الوقت بيماين كده مع الكنيسة الكاثوليكية عشان تبقى هي الكل في الكل يعني، زي ما الدنيا ماشية في أوروبا. وعندك الناحية التانية الحزب الليبرالي، واللي كان مركز على التجارة والفيدرالية والتجديد. الخناقة دي كبرت جدا في فترة لا فيولينسيا، العنف. الفترة دي بدأت بعد ما اغتالوا المرشح الشعبي الاشتراكي خورخي إليسير جايتان سنة 1948. العمال وقتها شافوا ان قتله ده عملية سياسية دبرها الأغنياء، فانفجروا وبدأوا أعمال شغب كتيرة جدا، وده عمل حرب أهلية في الأرياف قتلت الآلاف وزودت الانقسامات وبعدت المسافات. بس قبل الحوار ده برضو كان في حادثة مهمة جدا: مذبحة الموز. واللي حصلت بالظبط على يومين، يوم 5 و6 ديسمبر سنة 1928 في سيينيجا دي اورو، فاكرها المنطقة اللي اتولد فيها بيترو. بعد ما مزارعين شركة الفواكه المتحدة يونايتد فروت كومباني، اللي بقى اسمها دلوقتي تشيكيتا، واللي كانت بتتحكم في مئات الآلاف من الأفدنة في كولومبيا، عملوا إضراب وطلبوا بحاجات بسيطة زي مثلا إن هم يزودوا الحد الأدنى للأجور، تأمين صحي. الجيش الكولومبي ضرب نار على الناس دي وقتل آلاف الآلاف من الفلاحين. العدد الحقيقي للضحايا مش معروف بالظبط، بس الرسالة كانت واضحة زي الشمس: الدولة الكولومبية مستعدة ان هي تقتل شعبها عشان مصالح وفلوس الأجانب. والمذبحة دي كمان على فكرة ماركس اتكلم عنها في روايته بتاعت 100 سنة من العزلة، وبقت زي رمز أسطوري للظلم. والحركة دي عملت غضب كبير جدا، وكانت سبب في ظهور المنظمات اليسارية والثورية اللي طلعت منها الجماعات اللي بدأت تظهر بقى في الفترة بتاعت الستينات وفترة السبعينات كلها. بيترو كان عنده حوالي 17 سنة كده، لسه يعني طالب ورور داخل الجامعة، واقتنع إن فكرة النضال المسلح إن هي الطريق الوحيد لتغيير النظام. انضم لحركة موفيمينتو 19 دي ابريل، حركة 19 ابريل، واللي كانت مميزة نفسها عن أي جماعة تانية زي الفارك مثلا، واللي كانوا بيركزوا على الأرياف أكتر. الحركة دي اتولدت كرد فعل مباشر على تزوير انتخابي كبير حصل يوم 19 ابريل سنة 1970، واللي خلى مرشح المؤسسة يكسب على الدكتاتور اللي كان قبله، نيلة منيلة بنيلة. المهم، تأسيسهم كله كان عبارة يعني كلام في الديمقراطية والوطنية، ما كانش شيوعي بس. هدفهم ان هم يكشفوا الفساد اللي حصل في الانتخابات ويدوا قوة للناس الغلابة الفلاحين والسكان الأصليين. وكانوا دايما برضو مع فكرة معارضة حكم الأقلية. الأهم من الام 19 كانت في الأساس حركة عصابات، وأغلبية الناس بتوعها يعني كانوا متعلمين جامعيين. ما كانوش عاوزين يقلبوا الدولة بالمعنى الشيوعي، لكن كان هدفهم إن هم يجبروا الحكومة إن هي تصلح النظام السياسي. بيترو بعد انضمامه لحركة 19 ابريل، وزي ما قلت لك في الأول، كان اختار لي اسم حركي كده اورليانو بتاع 100 سنة من العزلة. دوره في الحركة دي كان عمل مجتمعي، يعني بيساعد الناس، يعمل دعاية الحركة، آخره مثلا يخزن شوية أسلحة ولا أكتر ولا أقل. وده باعتراف الكل من مؤرخين واعضاء الحركه وغيرهم ان الراجل ده يا جدعان دوره اداري، وكان اصلا في السجن وقت ما اكبر مصيبه عملتها الحركه تمت. وجاي لك في الكلام لان هم عملوا عمليات كتير، منهم مثلا سرقه سيف سيمون بوليفار سنه 1994. قال احنا مش هنسلم السيف ده غير لما تتحقق كولومبيا الكبرى اللي حلم بيها بوليفار، بلد موحد وعادل. السيف ساعتها اتنقل لبره، بيقول لك ان فيديل كاسترو حماه، وفي سنه 1990 زي ما قلنا برضو في الاول بعد اتفاق السلام
القائد السياسي للحركة رجع السيف ده تاني في احتفال كبير جدا. ومثلا عملية النفق لراس السنة سنة 1978، العملية اللي سموها الحوت الأزرق. العملية دي حصلت يوم 31 ديسمبر سنة 1978. حفروا نفق من بيت كده اشتروه قدام الكانتون اللي هو دوشمة الجيش، يعني نقطة تمركز للجيش، ودخلوا في نص الليل سرقوا 5000 سلاح من غير ولا طلقة. لكن الجيش الحقيقة برضو بعد كده رجع معظم الأسلحة دي، وكانت عمليات قبض كبيرة جدا تمت. لين 19 كملت بعد كده وعملت عمليات تانية، بس بيترو كان بيشارك في السياسة المحلية في صفة كبيرة. سنة 1981 بقى أمين مظالم، و1984 انتخب لمجلس المدينة. بس نقطة التحول الكبيرة جدا في حياته واللي حولته من مقاتل لسياسي حصلت سنة 1985 في شهر أكتوبر، لما الجيش مسكه وهو معاه أسلحة بشكل غير قانوني. قبضوا عليه واتعرض للتعذيب لمدة 10 أيام، وده قبل ما يتحكم عليه ب 18 شهر سجن. وفي السجن تفكيره بدأ يتغير، وعرف إن المقاومة المسلحة ما بقتش هي الخطة الناجحة علشان يعني يجيب دعم جماهيري أو يعمل فعلا تغيير سياسي. بدل كده هو وقادة الام 19 اللي كانوا معاه أصروا على إن هم لازم يعملوا حل سياسي بالتفاوض، وإن هم يتحولوا لجمعية تأسيسية. وفعلا بعد ما طلع من السجن في مارس سنة 1987، شغله بعد كده ركز على محاولة زق السلام لحد الام 19 لما سلمت سلاحها بالكامل سنة 1990. الجماعة بعد كده اتحولت لحزب سياسي شرعي اسمه التحالف الديمقراطي ام 19. هو تقدر تقول غير الملعب من الغابة يعني والأسلحة لمكتب الدولة والانتخابات. بس قبل ما نكمل مع بيترو، في حادثة مهمة جدا لازم نقف عندها سيكا. بعد كام اسبوع من القبض على بيترو، حركة الام 19 عملت واحدة من اخطر العمليات في تاريخها، وده كان الاستيلاء على قصر العدل الموجود في بوجوتا يوم 6 نوفمبر سنة 1985، المكان اللي كان فيه المحكمة العليا. الهدف المعلن من العملية واللي سموها كتيبة ايفان مارينو اوسبينا كان ان المحكمة العليا تعمل محاكمة علنية للرئيس بيليساريو بيتانكور. اتهموه وقتها ان هو خالف اتفاق وقف اطلاق النار واللي كان معمول بينهم وبين الحكومة. بس ورا الهدف السياسي بتاع العملية دي القصة فيها لخبطة وكلام كتير جدا. تقارير صحفية من اللي طلعت في التسعينات والألفينات قالت إن في احتمال يكون في تمويل خارجي من جهات على صلة بتجارة المخدرات، بابلو يعني لو شفت المسلسل، وده بهدف تدمين مستندات قضائية ليها برضه علاقة بقضايا تسليم الولايات المتحدة. بس الغريب هو رد فعل الدولة واللي كان سريع وعنيف جدا، رغم ان في تقارير كانت طلعت برضه كانت بتقول ان في احتمالية لاستهداف القصر ده، الا ان الحراسة انسحبت قبل الحادثة دي بيومين بالظبط. وبعد سيطرة الام 19 على المبنى، الجيش قرر ان هو يدخل بكل قوة من غير اي تفاوض. العملية دي استمرت حوالي 27 ساعة، وشارك فيها الالاف من جنود الجيش والشرطة. كمان استخدموا فيها اسلحة تقيلة كتير، والنتيجة طبعا كارثة بكل المقاييس. أكتر من 100 واحد ماتوا، من ضمنهم مقاتلين من الجيش والشرطة، مدنيين، وعدد كبير من القضاة. كمان اتدمر جزء كبير من المبنى. وبعد الكارثة دي التحقيقات اللي اتعملت على مدى السنين كشفت عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وده بحسب تقارير لجنة الحقيقة ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان. اللجنة وصفت اللي حصل على ان هو مذبحة حقيقية حصل فيها اختفاء قسري على الاقل 11 شخص وتعذيب لعدد كبير جدا، وكل ده طبعا موثق في تقارير رسمية منشورة. بس من اكتر القضايا اللي اثارت الجدل كانت قضية القاضي المساعد كارلوس اوراسيو اوران. لسنين طويلة جدا التقارير الرسمية قالت ان الراجل ده مات جوه القصر، وده كان في الفترة اللي كان فيها اشتباكات من الجيش وبين الام 19. لكن في سنة 2007 ظهر فيديو بيوريه وهو بيخرج من المبنى بعد الحصار، وهو كان مصاب وبيعرج، وكان كمان وسط قوات امنية. من اللحظة دي بدأت الشكوك تزيد حوالين مصيره، وبدأت تحقيقات جديدة علشان تعرف الحقيقة، ومن ساعتها بقت قضية قصر العدل زي رمز للعدالة الانتقالية في كولومبيا. بيترو نفسه اعلن اكتر من مرة ان معرفة الحقيقة في الملف ده بالذات جزء من مشروعه لاصلاح الدولة، وقال ان هو طلب من امريكا رفع السرية عن وثائق ليها علاقة بالاحداث دي، وكان الكلام ده كله اصلا منسجم مع قرار محكمة الدول الامريكية لحقوق الانسان سنة 2014، واللي اكدت على حق الضحايا في معرفة الحقيقة. وفي كمان حاجة مهمة بخصوص موضوع تمويل بابلو اسكوبار العملية دي لازم نقولها. الادعاء ده والكلام ده كله مفيش حاجة مثبتة عليه 100%. في خلافات كتير جدا. القادة بتوع الام 19 نفسهم زي اوتي باتشيني واللي دلوقتي مفوض السلام بتاع بيترو نفوا تماما عن وجود اي تمويل من بابلو اسكوبار للعملية دي، وقالوا ان ده كذبة كبيرة علشان يشوهوا الحركة، ومحدش من اللجان اللي عملت الاتحاد دي اصلا قدر يثبت اي حاجة، واللي الكلام ده كله جاي من ناس ليها علاقة يعني او مصلحة
مصلحة ان هم يشوهوا صورة الام 19 قدام الناس. والمحاكم الكولومبية اصلا نفسها كانت ادانت الدولة بجرائم وحشية. بس من اخطر اللي كشفته التحقيقات كان وجود نظام اسمه سبيسياليس او الخاصين. الناس اللي خرجوا من القصر بعد الهجوم ما كانوش كلهم بيتعاملوا بنفس الطريقة. في ناس اتصنفوا كأن هم عاديين، دول عادي قشطة يعني ان هم يروحوا. في ناس تانيين يتسموا خاصين او سبيسياليس، بمعنى ان هم مشتبه فيهم بالتعاطف او بالانتماء مع الام 19. التقارير الحقوقيه بتقول ان الخاصين دول اتاخدوا لمراكز احتجاز سريه وتعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري. ومن الناس اللي شافوا الفيديوهات اللي ظهرت دي بقى كان واحده اسمها إيلينا اوران بيجين، بنت القاضي كارلوس اوراسيو اوران اللي ظهر في فيديو من شويه. كان عندها 10 سنين بس لما ابوها اختفى، وعيلتها اضطرت ان هي تسيب البلد بعد ما تعرضوا لتهديدات بالقتل. بس بعد ما الفيديو ده ظهر سنة 2007 قررت ان هي ترجع مرة تانية على كولومبيا وتكرس كل حياتها ان هي تحارب علشان العدالة، مش بس لعيلتها لكن لكل ضحايا القصر اللي كانوا في الحادثة دي. فلما بيترو رفع علم الام 19 في حفلة كده كانت السنة اللي فاتت، والسيف اللي كان في البداية اللي قلت لك عليه ان وجوده زعل ناس معينين، إلينا دي كانت واحدة منهم. وساعتها بعتت له رسالة بتقول له ان الراجل اللي بيمجد افعال الام 19 في العلن قدام الناس كلها ده بيقوي اللي مش عايزين يعرفوا الحقيقة او مش عاوزين عدالة. بس الحقيقة ان المصالحة محتاجة وقت طويل جدا عشان تحصل. بيترو كان عنده 17 سنة بس لما بدأ دراسة الاقتصاد في جامعة بوجوتا، في فترة كانت الدنيا فيها خربانة، وده بسبب الأوضاع الاقتصادية المنيلة بنيلة وعنف الحكومة المستمر. اتعرف في الفترة دي على الرجالة بتوع الام 19 واللي زي ما قلنا اتأسست سنة 73 كرد فعل على انتخابات قالوا انها مزورة، وان هم مش شيوعيين ولا عاوزين يقلبوا نظام الحكم، هم بس عاوزين عدالة ومحاربة حقيقية للفساد. من سنة 1980 لسنة 1984 بيترو كان طالع في قصة حياته بمنظرين: أمين مظالم لمدينة سيباكويرا سنة 1981 المدينة اللي كبر فيها، وبعدها عضو مجلس محلي سنة 1984، وفي نفس الوقت عضو في الام 19 بيعمل عمل مدني زي مثلا توطين حوالي 400 عيلة من الفقراء اللي اتهجروا بسبب جماعات شبه عسكرية كانوا طردوهم وهجروهم من بيوتهم. بس بيترو عمل حركة سنة 1984 كانت سبب في سجنه بعدها، وده لما الحكومة وتحت رئاسة بليساريو بيتانكور عملوا اتفاق سلام أولي كده بينهم وبين الام 19. راح هو وكام واحد تانيين يعني من اللي كانوا معاه بدأوا يقودوا مظاهرات ويعلنوا فيها قدام الناس كلها إن هم أعضاء في الحركة، وبكده فتحوا عيون الحكومة عليهم. وقد كان. يوم 25 أكتوبر الصبح الجيش قبض عليه في بيت في حي بوليفار في مدينة سيباكويرا. وفي كلام وقتها إن هو كان متنكر في لبس واحدة ست، بس برضه في تقارير تانية بتنفي الكلام ده. المهم، التهم كانت حيازة أسلحة، قنابل محلية الصنع، ومواد دعائية. مفيش محاكمة. الجيش خدوه عذبوه كام يوم وبعد كده اتحبس لمدة سنة ونص. وهو في السجن وبرضه زي ما حكينا الحلقة اللي فاتت حصلت الحادثة بتاعة قصر العدل. الأخبار لما وصلته كانت بالنسبة له هم على الهم اللي هو فيه، وهو شايف الحركة والشباب اللي بيحاول يوجههم للسلام بيموتوا على إيد الجيش، وفهم وقتها إن العنف مش هو الطريق لو فعلا عاوز يعمل تغيير حقيقي في البلد دي. بعد سنة ونص من الحبس اللي كان طبعا مرار طافح عليه، في مارس سنة 1987 بيترو بيخرج من السجن بجسم ضعفان بس بعقل متصنفر. الرئيس الجديد ساعتها فيرجيليو باركو كان مستعد ان هو يتكلم مع الام 19. بيترو اللي بقى وقتها قائد في الحركة بتاع سياسة مش بس مجرد مقاتل دخل في قلب المفاوضات دي. والموضوع طبعا ما كانش سهل لان كان في قطاعات كبيرة جدا من الجيش والمحافظين كانوا رافضين ان هم يتفاوضوا مع الناس اللي بيعتبروهم ارهابيين. بس بيترو والرجالة اللي معاه اصروا على نفس الفكرة ان الحرب دي ما كانتش الحل وما ودتلناش اي حاجة، ده احنا اتسجنا، والثورة دي يا باشا لازم تتحول لشغل سياسة وشغل مكاتب. وفعلا قعدوا يتفاوضوا كذا سنة كده مع الحكومة لحد مارس سنة 1990 الام 19 والحكومة الكولومبية وقعوا اتفاق سلام تاريخي. الحركة سلمت سلاحها مقابل عفو شامل، ودي كانت أول حركة تمرد كبيرة في أمريكا اللاتينية تعمل كده. بعد كده بيترو وحركته الجديدة اللي بقى اسمها التحالف الديمقراطي الام 19 بقوا حزب يعني، قرروا ان هم يترشحوا للرئاسة. كان المرشح بتاعهم اسمه كارلوس بيزارو الانتيم بتاع بيترو. الراجل ده في الاول جاب تأييد كويس، بس للأسف اغتالوه بعد كام يوم من الانتخابات على ايد جماعة تانية الفارك. موته وقتها كان رسالة واضحة جدا من اليمين اللي هو يا جدعان النوش اللي انتوا بتعملوه ده مش هيعدي ومفيش سلام هيحصل في البلد دي. بس رغم اغتيال بيزارو الحزب قدر يحافظ على قوته، وفعلا دخلوا انتخابات الجمعية التأسيسية واللي كانت بتعمل الدستور الجديد بتاع البلد. وفي سنة 1991 بيترو كان من أهم الناس اللي شاركت في كتابة الدستور الجديد.
الام 19 قدمت مشروع كامل حوالي 70% منه دخل في النص النهائي بتاع الدستور. وبيترو كان ورا مواد كتيرة مهمة جدا في الدستور ده، خصوصا اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية. الدستور الجديد ده كمان حول كولومبيا لدولة اجتماعية وديمقراطية قايمة على القانون، بعد ما كانت عزبة استبدادية مركزية. وفي سنة 1991 بيترو تم انتخابه لمجلس النواب، ودخل البرلمان بقضايا واضحة ومباشرة جدا. كلامه كان عن التعليم، حقوق العمال، الإصلاح الزراعي، ومحاربة الفساد بكل أشكاله. وكان على طول صوته عالي وبينتقد البرامج الاقتصادية، شغل النيو ليبرالية اللي هو الخصخصة وتقليل بقى الميزانية الاجتماعية والكلام ده. وكان طول الوقت بيدافع عن سياسة اجتماعية حقيقية في البلد. بس طبعا صوته العالي ده كان يعني سبب في ان هو طول الوقت في خطر كبير جدا، وده بعد ما بدأ يضغط على البرلمان للتحقيق في علاقات ضباط الجيش برجال اعمال اجانب. فبدأ على طول يستقبل تهديدات مباشرة بالقتل من جماعات شبه عسكرية شايفين ان هو شيوع خطير ولازم يموت. بيترو وقتها قال لك انا اضطريت ان انا اسيب البلد وامشي لان ما كانش قدامي اي حل تاني لو فعلا عاوز اعيش. وفعلا ساب كولومبيا هو وعيلته سنة 1994، وبقى لاجئ سياسي في اوروبا. قعد سنتين بين بلجيكا واسبانيا، وفي الفترة دي بيقول ان هو ما وقفش عن القراية والتفكير والمذاكرة بقى عن الاشتراكية والديمقراطية اللي موجودة في اوروبا. ورجع من هناك بفهم وفكر جديد ان الثورة ممكن تحصل بس بطرق ديمقراطية، وانك فعلا ممكن تغير بس لو انت دخلت جوه المؤسسات بتاعت الدولة نفسها. سنة 1998 بيترو بيرجع مرة تانية وبضغط دولي المرة دي لمجلس النواب، بس النطة الكبيرة فعلا كانت سنة 2006 لما دخل مجلس الشيوخ وكان جايب تاني أعلى عدد أصوات في البلد. وقتها دي كانت طبعا إشارة واضحة إن الناس خلاص بدأت تسمع له وتثق فيه. والفترة بتاعته في مجلس الشيوخ هي اللي فعلا ثبتته كبطل شعبي بالنسبة للناس كلها، واحد بيكشف الفساد مش بيهدى. وأهم لقطة كان كشف فضيحة البارابوليتكس أو السياسة الموازية. بيترو قدر يفضح تحالفات سرية ما بين سياسيين كبار وجماعات شبه عسكرية كانت بتقتل وبتهجر الناس المدنيين علشان يسيطروا على أراضيهم ويطردوهم منها. وكشف ان الفساد والعنف اللي موجودين في كولومبيا ده مش مجرد، ده مش بتكلم على عصابة ولا حالات فردية زي ما بيقولوا، دي جزء من البنية السياسية للبلد نفسها. واللي عمله من التحقيقات في الحوار ده كان سبب لاعتقال ومحاكمة عشرات النواب ومسؤولين وناس تقيلة جدا في البلد. وده طبعا خلاه بطل، بس في نفس الوقت خلق له أعداء أقوياء جدا هيفضلوا يطاردوه طول حياته. لما بنوصل لسنة 2011 بيبقى رئيس بلدية بوجوتا، وده طبعا منصب مهم جدا، رئيس بلدية العاصمة يعني. بدأ برنامج اسمه بوجوتا هيومانا أو بوجوتا الإنسانية، ركز فيه على تقليل الفقر والجريمة والتمييز الاجتماعي، وكمان عمل برامج دعم للمية والمواصلات للفقراء. قدر كمان ان هو يقلل دين المدينة ونجح في تخفيض معدلات الجريمة والفقر بنسب معقولة جدا. لكن حصلت أزمة في إدارة المخلفات، وده لأن هو كان بيحاول يصلح نظام إدارة القمامة. لغى العقود اللي كانت موجودة بين الحكومة وبين شركات خاصة تقيلة يعني، وده عشان يأمم الخدمة ويدخل جميع القمامة الفقراء في النظام ده عشان هم كمان يعني ياكلوا لقمة عيش وياخدوا أجور كويسة. بس اللي حصل ان التنفيذ فشل لمدة 3 ايام والزبالة مالت الشوارع. فالمفتش العام، وده سلطته ادارية مش قضائية، اصدر قرار بعزل بيترو من منصبه ومنعه من الخدمة العامة لمدة 15 سنة. ده طبعا فضيحة كبيرة ومبالغ فيها جدا مقارنة بفساد واهمال ناس تانية كتير في البلد. بس المحاولة دي كانت رسالة برضو من المؤسسة السياسية والاقتصادية اللي بتقول له احنا مش هنسمح لواحد زيك يساري راديكال يعني ان هو ينجح في تغيير النموذج الاقتصادي اللي البلد دايرة بيه، حتى لو الناس هي اللي اختارته وجابته عن طريق الصندوق. بس على طول بيترو استأنف للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ورجع لمنصبه بعد كام شهر من المعافرة. وساعتها قال إن التجربة دي علمته درس كبير جدا، وإن الديمقراطية في كولومبيا هي ديمقراطية محدودة جدا. بيترو بيفضل بيكمل بعد كده يعني في قربه من الناس في أماكن كتير في البلد، بس برضه ما كانش متوقع أبدا إن هو يقدر يوصل للرئاسة بالسرعة دي. والحقيقة إن فوزه في 2022 ما كانش هيحصل لولا إن البلد وصلت لنقطة الانهيار حرفيا، مع نظام محافظ بص عاصرها. الإحباط من الفقر والعنف والفساد عمال يعلى لحد لما حصل إضراب وطني سنة 2021 نزل فيه آلاف من الناس للشوارع. وكانوا نازلين ضد نظام الضرائب اللي موجود، ضد النظام الاقتصادي والاجتماعي للبلد كلها، لان هم شايفين ان هم متهمشين ومحدش بيديهم اي حقوق. بس الحكومة ردها على المظاهرات دي كان غشيم جدا. وحدة مكافحة الشغب كانوا بيلوشوا
تسببوا وقتها في إصابات في العين للناس، عنف جنسي، تعذيب، خطف، تختفي وغيره كتير. وصدمة الناس طبعا من اللي حصل ده ورد فعلهم هو اللي فتح الباب قدام بديل زي بيترو، لأن هو وعد إن رئاسته هتكون رد على الاحتجاج ده مش انتقام منه. في يونيو سنة 2022 بيترو بيكسب إيفان دوكي عشان يبقى أول رئيس يساري لكولومبيا، وبيقود تحالف اسمه الباكتو هيستوريكو أو الميثاق التاريخي، والبرنامج بتاعهم كان قايم على 4 حاجات أساسية. أول حاجة هي السلام الكامل، بإنه ينهي تماما على العنف عن طريق التفاوض مع كل الجماعات المسلحة اللي موجودة في البلد، بتتكلم في أكتر من 25 جماعة وعصابة إجرامية. تاني حاجة هيعمل إصلاح اقتصادي وزراعي عن طريق إن هو هيعالج بقى الجوع والفقر اللي موجودين في البلد، ويعمل إصلاح زراعي في بلد 1% بس من المزارع بتمتلك 80% من الأراضي الصالحة للزراعة اللي فيها. تالت حاجة هيعمل تحول أخضر، بإنه يلتزم بوقف عقود تنقيب جديدة عن النفط والغاز، رغم إن النفط بيجيب 34% من صادرات البلد، بس قال لك مش مهم عشان الأجيال اللي جاية. وكمان هيعمل إصلاح لسياسة المخدرات، رفض سياسة أمريكا مع قطع الكوك عافية يعني، واقترح نمو ماريجوانا قانونية كمحصول بديل للمزارعين دول. في خلال السنتين اللي فاتوا مع بداية الحرب على غزة بدأت صور بيترو وأخبار كتيرة عنه تظهر في نشرات الأخبار والسوشيال ميديا العربية بشكل كبير جدا. بس الحقيقة إن موقفهم من قضية فلسطين مش موضة، ده بالنسبة له تجسيد لأيديولوجية الثورة واللي كان طول حياته عايشها ضد الظلم والاستعمار. بيترو واللي شاف معاناة الشعب الكولومبي اللي متهمش بيشوف إن الصراع الفلسطيني جزء من نفس الظاهرة العالمية، فكرة استعمار الدول الغنية للدول الفقيرة، وبيشوف القضية من زاوية الاستعمار وعدم المساواة والتمييز العنصري. هو بيتكلم في الأمم المتحدة قبل كده، كان قال إن الأزمات العالمية بتيجي من مجتمع غني أبيض عنصري شايف إن هو عرق متفوق عن باقي الناس كلها. بالنسبة له الفلسطينيين ضحايا نظام عالمي متجذر في الرأسمالية والإمبريالية. بيترو ربط دعمه لفلسطين بشكل علني بماضيه لما كان مقاتل في الام 19، ولما كان بيحكي في مرة عن واحد صاحبه في الام 19 اللي اتدرب في الصحراء الكبرى جنب المقاتلين بتوع منظمة التحرير الفلسطينية. وقال وقتها ان الصراع الفلسطيني وصراع الام 19 ليهم نفس الجذور، الاتنين حركات تحرر وطني شرعية جدا. والتزامه بانه يكمل في الدفاع عن القضية الفلسطينية ده وصل لتصعيد سريع وكلفه كتير جدا مع اسرائيل. بعد 7 اكتوبر بيترو كان صوته عالي جدا وقال على الاسرائيليين ان هم بيعملوا اعمال النازيين، واكد ان حصار اسرائيل لغزة ده هدفه هو الابادة الجماعية. وده طبعا عمل رد فعل سريع من الكيان. الحكومة الإسرائيلية علقت كل صادرات الأمن والأسلحة اللي كولومبيا بتعتمد عليها في محاربة العصابات، حاجة وسخة يعني. هو كمان بصراحة يعني ما سماش يلا في داهية. وفي مايو سنة 2024 في عيد العمال أعلن القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في خطاب كان قاله قدام أكتر من مليون واحد. الخطوة دي طبعا كانت مكلفة عسكريا واقتصاديا، لكن هو اختار الصحة والأخلاق على المصالح الاقتصادية واللي دايما عمرها قصير. تحدي الدولي وصل لحتة تانية جديدة خالص في شهر 9 اللي فات لما كان في الأمم المتحدة ودعا لجيش عالمي للتحرير الفلسطيني، وكمان حرض الجنود الأمريكان على عصيان أوامر ترامب وإن هم يسمعوا أوامر الإنسانية. وساعتها وزارة الخارجية الأمريكية ردت بسرعة وسحبت التأشيرة بتاعته بحجة إن هو بيتصرف تصرفات طايشة. طبعا هو رفض الكلام ده واتهم أمريكا بانتهاك القانون الدولي وباستخدام سحب التأشيرة ده كسلاح دبلوماسي لقمع حرية التعبير. رحلة بيترو من المتمرد اللي سرق سيف سيمون بوليفار للرئيس اللي طالب بوجوده في حفل تنصيبه هي قصة أيديولوجية. وسواء نجح في تحقيق أجندته المحلية أو لأ، كفاية إن هو صوت الجنوب العالمي اللي رفض الخضوع والسكوت. بيترو لسه بيواجه مشاكل وتحديات كتير. السلام الكامل الوعد الأهم في حملته بيعاني جامد جدا لحد النهاردة، وبعض الناس اللي بتنتقده بيقولوا إن سياسته خلقت فراغ أمني استغلته الجماعات المسلحة. بس هو بالنسبة له إن السلام مش معناه غياب الحرب، لكنه بناء العدالة الاجتماعية. والتحدي الحقيقي مش عسكري لكن سياسي واقتصادي. بالنسبة لواحد زي بيترو الشرعية الأخلاقية والتاريخية أهم بكتير جدا من العلاقات الدبلوماسية اللي ممكن تريحك. وبس كده، لو الحلقة دي عجبتكم لايك الفيديو، قلنا في الكومنتس لو حابين نعمل الحلقة عن لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، وسبسكرايب في القناة يا جدعان والحاجات دي. يلا سلام.